الحين يضفنا وجدنا في كتب الشيعة أنه يجوز الطواف والسعي بقبر الحسين، بل وبقبر الرسول تقريبا. فقل لي، هل هذه العقيدة توافق القرآن لو لا؟ نعم نعم توافق القرآن. توافق القرآن. الطواف بقبر الحسين يوافق القرآن؟ وين اللي يوافق القرآن؟ فين؟ لا شيخنا، أما الطواف هذا يجوز اجتهاد، لكن زيارة قبور لا، ده مش اجتهاد، من ده روايات عن أهل البيت طواف وسعي بقبر الحسين. نطلعها شيخنا الرواية. حاضر، يلا اكتب يمك، ادي اتفضل اهو. ده مش رواية، مش بس روايات، ده مش رواية واحدة. ادي كتاب اسمه نور العين في المشي في زيارة قبر الحسين، محمد حسين الاسطهباناتي، مجلد الاول الصفحة 579. السعي ايش في الحرم الشريف. ففي حديث جابر، لحظة، في حديث جابر عن أبي عبد الله: ثم تسعى فلك بكل قدم رفعتها ووضعتها كثواب المتشحط بدمه في سبيل الله. وورد الأمر بتقصير الخطوة في السعي، وجاء السعي مصرحا به في الزيارة عاشوراء من بعيد. ورواية عبد الله بن سنان: ثم تسعى في الموضع الذي أنت فيه إذا كانت صحراء أو فضاء أو أي شيء كان. خطوات تقول في ذلك: إن لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضاء الله وتسليما لأمره، وليكن عليك في ذلك الكآبة والحزن، وأكثر من ذلك لله سبحانه وتعالى، والاسترجاع من ذلك اليوم. فإذا فرغت من سعيك وفعلك ففي موضعك الذي صليت فيه. نفس الرواية هنا. وأدي الطواف على القبر الشريف ودخول، يقول: ودر حول الضريح، طوافين على القبور الشيعة، ودر حول الضريح وقبله من أربع جوانبه، كما في ايش؟ لحظة ايش؟ لحظة هذيش رواية وهاي رواية. ممكن تقرأ هاي هسه الطواف مال الطواف، من قال بالطواف؟ الطواف اهو، ادي قدامك، ادي كتاب نور العين في المشي الى زيارة الحسين، محمد حسين اهو، ويأتي بالكلام اهو، ده كلامه مش من حد تاني. الطواف على القبر الشريف. حسين؟ بس محمد حسين شنو؟ ده عالم ولا بتاع بطيخ؟ عالم شيعي، احنا ما النبي، احنا ده عالم شيعي، ده في كتبك محمد دي. حسين ايه كتبه؟ شو اسمه؟ اهو اسمه محمد حسين الاسطهبهاناتي اهو قدامك، المجلد الاول الصفحه 580. حلو. الروايه مال الطواف، الروايه مال الطواف مو السعي، بس اريد هاي مال الطواف. اولا الطواف هنقراه لك اهو، جاي اهو، جاي اهو الطواف. الطواف على القبر الشريف، يقول: ودر حول الضريح وقبله من أربع جوانبه، كما في مزار شيخنا المفيد والسيد والإقبال ومزار الشهيد. الكلام ده كله موجود فين؟ موجود في مصباح الزائد ومزار الشهيد. يقول: وفي حديث أبي حمزة السمالي عن الصادق عليه السلام: ثم در في الحائر وأنت تقول الدعاء. در في الحائر وأنت تقول الدعاء. وإلى هذا الطواف المسنون أشير في الزيارة الجامعة التي رواها الشيخ محمد المشهدي والسيد علي ابن طاووس في المصباح، قال: زيارة مروية عن الأئمة بقولهم: بأبي وأمي وآل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم، طواف القبور عند الشيعة، ونعزي في أرواحكم على هذه المصائب. وكانت الصديقة فاطمة عليها السلام تطوف على قبر أبيها، ما شاء الله، حتى السيدة فاطمة عند الشيعة كانت من عباد القبور، تطوف على القبور. يقول: روى عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله في حديث طويل، فقال في قصده في قصة فدك، قال في آخر: ودخلت فاطمة المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تبكي وتقول: إنا فقدناك فقد الأرض، إلى أن قال: وكذا الإمام ابن علي الجواد كان يطوف بقبر رسول الله. الآن شوف بس، لا ده ضفنا طبعا ده كتاب يا أخوان بحار الأنوار للمجلسي، مجلد 97 الصفحة 130. يقول إيه بقى؟ يقول: عن علي بن الحكم عن زيد بن أبي الحلال عن أبي عبد الله عليه السلام. ماذا يقول؟ ما يا جماعة يا مشرفين، فين الناس اللي تحت؟ قال: ما من نبي ولا وصي. يعني وين الحسين الحين؟
نبي يبقى في الأرض أكثر من 3 أيام حتى يرفع روحه وعظمه ولحمه، فإنما تؤتى مواضع آثارهم لأنهم يبلغون من بعيد السلام ويسمعونه من موضع آثارهم القريب. الحين آدي جعفر الصادق بيقول لك إن قبر الحسين فارغ ما فيش إلا الحجارة، فكيف أنت بتروح تذهب للحجارة وتطوف بالحجارة الحسين؟ الطواف والسعي ما تحرفش الكلام، طواف بالقبر الحسين والقبر اصلا فارغ، يعني يا ريت القبر فيه حاجه وفي نفس الوقت القبر فارغ. عند الشيعة بقى لا، عند الشيعة لا الروح ولا الجسد ولا اي شيء. يقول امامهم: لا يبقى في الارض امام ولا وصي اكثر من 3 ايام حتى يرفع عظمه ولحمه وروحه، ال3 بيرفعوا، يعني القبر فارغ ليس إلا حجارة على المعتقد الشيعي. احنا نناقشك على المعتقد الشيعي، ما بنتكلمش على انك سني. انك سني قبور الانبياء وقبور الصالحين واي حد قبره مكانه، قبره مكانه. الجسد والله عز وجل حرم على الارض اكل اجساد الانبياء، لكن انت على المعتقد الشيعي لازم تخضع لروايات الشيعة، تمام؟ ما تجيبش الكلام من كيسك ولا من كيسي، احنا بنجيب الكلام من وين؟ من كتب الشيعة ومن التراث الشيعي الذي